السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا آية هويدي ودي قناة ميكس جوانا، واللي بنتكلم فيها عن مواضيع كتير مختلفة من حياتنا. لو انتوا جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا او تقولوا لي رأيكم وتشجعوني ان انا اكمل. ويلا نشوف موضوع حلقة النهاردة بيقول لنا ايه، ويلا بينا نضيف لمسة نور جديدة في حياتنا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خير، انا يا هويدي كنت طالبه متوسطه المستوى جدا. عمري ما رتبت في اي سنه من السنين الدراسيه، كنتش اشطر حد في الدروس ممكن تقابلوه. يعني مستواي كان على قدي، كنت شخص لعبي شويه. ولما جت ثالثه ثانوي محدش كان متوقع ان انا ممكن اجيب كليه كبيره. انا حاليا مهندسه مدني، متخرجه بقالي 3 سنين. لو انت طالب ثانويه عامه مش عارف ازاي توازن بين المنهج الكبير والمجهود اللي انت هتبذله في المذاكره والحفظ، واللي هيكون مختلف عن اي سنه من السنين اللي انت مريت بيها، وكمان المنافسة بتكون شديدة، امتحانات تقيلة طبعا، وفي نفس الوقت انت عاوز تخرج تحسش ان انت دخلت في سجن، وعاوز تتعامل مع نفسيتك والكسل والاحباط والتقصير والمشاكل الشخصية بتاعتك. في نفس الوقت عاوز تفرح اهلك، تجيب كلية كويسة، تحقق حلمك وتحسن من حياتك المستقبلية. مفيش حد اتكلم معاك في الغالب في تفاصيل السنة دي خالص ولا طمنك منها. كل اللي قالك ان هي السنة اللي انت لو جبت فيها كلية هتبقى في حتة تانية خالص، بس ما قالكش انت هتجيبها ازاي اصلا، هتتعامل مع نفسك ازاي، وهتوازن ازاي. احنا هنعمل بلاي ليست هتبقى بمثابة كورس كامل، هنتكلم فيه عن كل التفاصيل اللي هتمر بيها في ثالثة ثانوي، وهنتكلم برضو في الحاجات اللي ساعدتني ان انا ادخل هندسة، او لما انا دخلت هندسة اصلا في حاجات اتعلمتها وانا في الكلية، وفي حاجات اتعلمتها بعد التخرج ما كنتش اعرفها خالص ولا في ثانوي ولا في كلية. البلاي ليست دي زي ما انا قلت ان هي هتبقى بمثابة كورس كامل. لو حد بقى بيقولك هقولك زتونة ثانوية عامة، فان شاء الله انا هكلمك في برطمان زيتون للثانوية العامة، ازاي ان انت بجد تنجح، وازاي نتكلم في كل تفصيلة هتمر بيها حرفيا في ثالثة ثانوي. هنعمل ابديت اول باول كل التحديثات الجديدة اللي حصلت السنين اللي فاتت عشان كلامنا كله يبقى جديد. هنعمل خرائط ذهنية، ودي هنحط فيها محتويات المواد بتاعتك كلها، بحيث ان انت تقدر تشوف كل مادة وتكسر حاجز الخوف عندك من المجهول. هنلخص كورس تعلم كيف تتعلم والحصون الخمسة، والاتنين دول هيقووا عندك الحفظ والمذاكرة بشكل عملي جدا وبشكل فعال، بحيث ان انت تبقى عارف دماغك اصلا شغالة ازاي والمعلومات بتتخزن فيها بشكل عامل ازاي. كلام في الانتاجية وتنظيم الوقت، وازاي ان انت تعمل روتين عملي يساعدك في ان انت تكمل. طبيعي جدا ان انت هيحصل لك اي اخفاق او هيحصل لك تقصير خلال السنة، هنتكلم ازاي ان احنا ان شاء الله نتعامل معاه. جانب الترفيه هنتكلم فيه برضو، مش هننسى الجانب ده خالص، علشان هو اللي هيديك الطاقة ان انت تكمل في رحلة السنة الطويلة. هنجيب كمان قصص ملهمة ودروس من ناس كانوا في ثانوية عامة، هنتعلم منهم الحاجات اللي هي ساعدتهم على ان هم يتخطوا ثالثة ثانوي بشكل احسن، وايه الاخطاء اللي هم وقعوا فيها بحيث ان احنا نتجنبها ان شاء الله. هنقدم دعم مباشر عن طريق ان احنا نعمل محاضرات او سيشنز لايف كوتشنج، كانك بالظبط حاجز سيشن مع حد متخصص هتكلمه عن مشاكلك النفسية وهيساعدك شوية او هيشجعك تاني ترجع تكمل في الطريق بتاعك، وهنتابع مع بعض التقدم بتاعك خلال ثالثه ثانوي. فلو انت طالب ثانويه عامه وتعرف اي حد طالب ثانويه عامه السنه دي، ابعت له الفيديو ده وساعده ان هو ينظم وقته وحياته خلال السنه. شير الفيديو طبعا، وصله لاكبر عدد، وخليكم متابعين. هنزل ان شاء الله الايام الجايه فيديو في تجميع كده بلاي ليستات للتاسيس في كل المواد، بحيث ان انت تراجع على الماده قبل ما تدخل المنهج الاساسي بتاعك. مستني ايه؟ اشترك في القناه وتابع علشان يوصلك كل جديد، وعشان نلحق السنه دي من اولها باذن الله. ويلا بينا نساعد طلبه ثانويه عامه ونرتب معاهم مشاعرهم ونكون سبب في نجاحهم وتنظيم وقتهم باذن الله.